السلام عليكم أيها الضيوف الكرام. نحن طلاب الفصل الخامس الابتدائية من مدرسة أمينة أبو بكر الصديق التذكارية. يسرنا أن نقف أمامكم لنسألكم ما تيسر من خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وداع الرسول إلى أبي بكر. وعلمه بأمر الله له. وسأله أبو بكر الرسول فقال نعم. ثم أيا رحلتين سفرهما. وأطاعهما لدليل ماهر. وأمره أن يجيء بهما 3 ليال إلى غار الصوم. في الليلة التي عزم فيها على الخروج من بيته. التف شبان قريش حول داره. رسول الله صلى الله عليه وسلم بداخله. فلما جاء وقت الخروج أمر الرسول بن عمه عليا بالنوم على فراشه لئلا يشق أحد في وجوده ببيته. وأمره أن يرد أمانات الناس إلى أهلها. ثم خرج على أهله وألقى الله النوم عليه فلم يره أحد. ثم تقابل مع أبي بكر فساروا حتى وصل غار ثور واغتاب فيه. طلب قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شاءت قريش تلك الليلة وانتهت في بيت رسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمه علي اشتد أن أقوم وأرسلوا شبانهم بالسيف واليسير فبعث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جهة. ورجال لمن يأتيهم بها ويدلهم عليه 100 ناقة جائزة. وقد وصلوا في الباس عنه إلى الغار فأرسل نظر أحدهم فيه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ورآهم أبو بكر فبكى. قال له الرسول لا تحزن إن الله معنا وأعمى الله أبصار المشركين ورجعوا خائبين.